صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في نهار جديد. اليوم راح ندير لكم لا غوسيت تاع الفانيد اللي محبوب الجماهير، يحبوه الجزائريين كامل والناس العاصمه مام الولايات الاخرى يحبوه. هنايا راح نمد لكم لا غوسيت تاعهم، راح نوري لكم طريقه صنع الازهار اللي شبحنا بها من الفوق. بدون اطاله نروحوا مقادير هذا الجاتو يعني الوصفه. هنا راح نوري لكم كامل المقادير، هي فيها مقادير صغيره بصح لاستيوس تاعها هي من بعد نشوفوها كيفاش باش تحصلوا على فنيد مطرطق. هنايا عندنا 200 غرام تاع لوز، عندنا 150 غرام تاع سكر، حبه تاع البيض وقرصه تاع خميره ولا فاني بيان سور، وقرصه تاع الملح بلا ما ننساوها. نعاودكم المقادير. عندنا 200 غرام تاع لوز يكون بودرة مرحي، عندنا حبة تاع البيض، 150 غرام تاع سكر غلاس، قرصة تاع خميرة الحلويات أي لا ليفور شيميك، عندنا تاني مغرفة تاع لافاني، وعندنا قرصة تاع الملح. واش راح نديرو؟ نحكمو روبو تاعنا، نحطو هذاك اللوز يعني تاعي راهو بودر، اللوز تاعي راهو بودر وزدت عاود رحيتو في السكر غلاس. لازم نديرو هاد التقنيه باش ينجح لكم الفانيد. نزيد لهم شويه تاع لافاني ونخليهم يترحاو بيان حتى يوليو يعني بيان ليس، تكون بودره مليحه هكذا كيما تاع لافاني. نرجعوها باش من بعد نروحوا نخلطوا المكون الثالث اللي هو ولا الرابع اللي هو البيض. هنا نخليه يتخلط من داك، وقلبوا اللوز تاعكم باش يتخلط كامل يترحى كامل. دوك نعاود انا نخلطو باش يترحى كامل، ومن بعد تعاودوا تجوزوه في السيار. انا ما جوزتوش في السيار بس اصلا كان مرحي، وزدت عاودته مع السكر غلاس هكذا. بعد ما يترحى كامل نروح نحطوه في ريسيبيون عفوا ونعاودوا نروحوا نطلعوا البيض تاعنا مع القرصه تاع الملح. بعد ما ترحلنا هذاك اللوز والسكر تاعنا ولا فاني، نروحو نحطوه في ريسيبيون كيما قلت لكم. نجوزو دوكا نطلعوا هذاك البيض تاعنا. لاستيس تاع الفانيد باش يخرج لكم مليح وشباب وخفيف، لازم تطلعوا البيض تاعكم اوناج، يعني ماشي ديروا هكاك، لازم تدخلوا الهواء في البيض تاعكم. انا نفرغ هذا اللوز تاعي في الريسيبيون، نحطوه بجهه، نروحو نحكموا الباتور ولا الفوي ولا نطلعوا هذاك البيض مع القرصه تاع الملح. شوفوا تحبوا تصيروه تحبوا ما تصيروش، انا تاعي راهو يعني مرحي بيان. زدت له هذيك القرصه تاع الخميره تاع الحلويات. انا كيما شفتوا درت 200 غرام، ما درتش بزاف، ما درت مام با نص، مام با يعني 4 مغرفه تاع قهوه. هنا نشدوا هذاك البيض كيما قلت لكم، نديروا له توجور تنقوا لو بلان دو طرافاي تاعكم. نشدوا هذاك البيض نديروا له قرصه صغيره تاع الملح ونطلعوه مليح، ندخلوا له الهواء بيان. من بعد نبداو نعجنوا في الفانيد تاعنا هكذا. شوفوا نطلعوها، لازم تطلعوها وتدخلوا الهواء مليح في البيض تاعكم باش ينجح لكم الفانيد. كاين اللي يديروه غير هكاك برك، على بها انا قلت لكم لازم طلعوه اوناج هكذا. بعد ما طلع لي البيض تاعي والقرصه تاع الملح هذيك، نروحوا نبداو نعجنوا الفانيد تاعنا. هنا وشنو ما تكبوش كامل هذيك الحبه تاع البيض، صا ديبون، كاين البيض تاعو صغيور كاين البيضه تاعو كبيره. الا كانت كبيره البيضه راح تفسد لكم هذاك اللوز كامل. ما ديروا بالمغرفه بشويه وعجنوا بشويه. اصلا الفانيد ما لازمش يكون جاري، يكون حاكم روحو، ماشي عجينه يابسه بزاف وماشي عجينه طريه طلقه روحها. انا هكا نحط بالمغرفه ونعجن، كي نشوفوها تلمت كامل نحبسو، ماشي شرط ديروا الحبه تاع البيض كامل. كيما قلت لكم انا الحبه تاع البيض تاعي كبيره هكذا. نزيد ندير شويه ونروحو نحطوه فوق لو بلون دو طرافاي تاعنا ونبداو نعجنو فيه. الفانيد لازم يتعجن. انا دوك نوري لكم كيفاش تعجنوه. انا نديروه واحد 8 خطرات الى 10 مرات، وانتم تعجنوا فيه باش تحصلوا على نتيجه يعني تكون مرضيه. هنا بكري كانوا يديروه امهاتنا، يعني الكبارات تاعنا كانوا يديروه بكري، كانوا يعجنوا هكذا كيما راكم تشوفوا، ما يحبسوش. بصح دوكا داروا طريقه تاع العجن يعني سبيسيال ما تغلبكم، تتعبوا فيها هكذا. ديروه بودان هكايا. من بعد شوفوا الطريقه كيفاش يتعجن الفانيد تاعنا. نعاودوا نقسموه على زوج، ما نديروليوه على زوج، مع على ثلاثه. كل مره ديروا هذه الطريقه باش يدخل الهواء في اللوز تاعكم، راح تحصلوا على فانيد يتنفخ لكم في الفوغ. انا درت هذه التقنيه ودرتها واحد 10 خطات ولا فايته يعني. شوفوا اعجنوا مليح
من بعد نروحو نوزنوهم. انا هكا ما حبيتش نقطع لكم الفيديو باش تشوفوا شحال عجنتو من مره. لو كان نقطع لكم الفيديو راح نديرو غير 2 خطرات ولا 3. انا درت فايته 10 مرات وانا ندخل في الهواء في الفنيد تاعي هكذا. تبعوا كامل الطريقه اللي حاب ينجح لهم الفنيد تاعهم. وكاين تاني استوس لازم الفانيد كي تحبوه باش يصلح لكم وينتفخ لكم في الفوغ، لازم تنشفوا اللوز تاعكم تحطوه في البابي كويسون هكايا ولا تفرشوه قبل ما تخدموا به واحد السمانه نتوما مفرشينه في البابي كويسون ولا بابي بصوبون حتى يتنحالوا هذاك الزيت كامل باش ينجح لكم. كاين اللي الفانيد تاعو ما يصلحلوش خاطش اللوز تاعو معمر زيت. كيما تعرفوا كي تشرو اللوز مرحي هكا راح يفقد الزيوت تاعو ماشي كيما تشروه حب. لازم تنشفوا اللوز تاعكم قبل ما تستعملوه في الفريك. شوفوا يعني شحال راهو شباب ما شاء الله. هنا بعد ما عجنتو وشفتوا العجينه شحال هيك ناري نلعب بها كيما نحب في يدي. ناس زمان واش يقولوا لكم حتى تولي تطرطق العجينه تعرفوا بلي الفانيد خلاص يعني تتعبوا صح. كانوا يعجنوه بيديهم كيما يعجنوا المطلوع. هنا انا راح نديرو مويا يعني ما راحش نديرو كبير. راح ندير 55 غرام في لا بياس هكذا يجيكم شباب ومتحوف صافي. قلنا الفانيد عنده بزاف اسرار. السر الاول هو لازم تنشفوا اللوز تاعكم قبل ما تخدموه. يعني ماشي تروحوا ديروه في الفور هكا حتى تقدروا شوفوا تقدروا تحطوا الفور يسخن من بعد ما يسخن الفور طفوه ودخلوا هذاك اللوز كيما نديروا لي ماكارون كيما يقولوها هما عندهم لي ماكارون تاعهم لي فرونسي وحنا عندنا الماكارون تاعنا هو الفانيد. تنشفوا تطفوا على الفوغ وتحطوا اللوز تاعكم ينشف كيما درنا في لي ماكارون النهار الاول اللي درنا الفيديو الاولاني كامل. ترحوا اللوز وتحطوه في بابي كويسون وتدخلوه ولا بابي هذاك تاع اللي يفرشوا في العراس هذاك تاع والله ما على بالي داك كيف يسموه. كنت ندير به بزاف لي جينواز في الجزائر. تفرشوه وتحطوه خاطر هذاك يشرب بزاف الزيت. دخلوا داخل الفور هو طافي سمانه وانتم حاطينه هكاك باش يروح لكم كامل هذاك الزيت. يعني السر الاول هو تنشفوا اللوز. السر الثاني هو لازم تطلعوا البيض تاعكم. والسر الثالث هو في الطياب. الفانيد ما يحبش الفور يكون سخون بزاف. نجوزو باش نفاصونيو الفانيد تاعنا. هنا تاني كاينه حاجه هنا الفانيد كي تجو تفاصونيوه زيدو ديروه 3 فوا هاد الطريقه كيما راكم تشوفوني ندير فيها. الطول تاعو لازم يكون 26 باش كي نقسموها على 2 راح تولي 13 سنتيمتر. هنا شوفوا راني نقيس على الطابي ديالي ديروا 26 سنتيمتر في الحبه باش تجيكم متوسطه ماهي كبيره ماهي صغيره. وشوفوا كيفاش راني نروليها. راني درت 26 كيما راكم تشوفوا. نطوها على 2 نوقفوا هذاك البوده من بعد ندوروا ولصقوه تالمو العجينه راهي هايله. شوفوا كيفاش راهي تلصق فاسيلمون هكذا. لا فينيسيون من بعد نكملوها نديروهم كامل هكذا كيما تعرفوا. الفانيد يجي حبه فوق اختها. شوفوا شحال شابه يعني سماهي كبيره. انا ما نحبش الفانيد هذاك الكبير هذاك وما نحبش تاني فانيد صغير يجي مويا هكا كيما راكم تشوفوا 26 سنتيمتر. هنا نكمل كامل على كيما الطريقه الاولى. يعني شوفوا تبعوا التفاصيل راح تجيكم طريقة الخدمة تاعو تجي سهلة. أنا هكذا نقيس ونروليهم كامل 200 غرام جاتني 7 حبات. أنا كيما قلت لكم درتهم للعيد برك هكذا حطيت بهم زبقت بهم الطابلة. وتاني ما عنديش أنا الغاشي بزاف. نتوما ديروا هكايا اللي يحب يدير يضاعف الكمية يدير 400 غرام راح تجيكم 14 حبة. هنا لا فينيسيون نحكمو موس ونديرو نطراسيو به الحبة تاعنا هكذا ونكملوا كامل البقيه تاعنا رايحين تحصلوا على فانيد ما شاء الله. المرحله الاخيره وشنو هي؟ لازم نحلوا هذوك لي كيسات تاعنا ونفرشوا فيهم شويه فارينه. كما تعرفوا الحاجه اللوز كامل طيب في الفارينه باش ما يتحرق لكمش اللوز تاعكم. انا كان درت لكم شحال من حبه باش تعرفوا الطريقه. قربت لكم الكاميرا باش تعرفوا الطريقه كيفاش راهي تجي. نورمالمون هكا فهمتوا كلش. راني نجرب لكم فيديو الغالب باش ما يجيكمش طويل. ناخذوا موس هكا نطراسيو وتجينا الحبه يعني ما شاء الله.
هنا بعد ما كملت نروح نحكم لي كيسات تاوعي وندير لهم شويه تاع الفرينه ونحطو فوقهم هذيك الحبه تاع الفنيد، ونكونوا سخنا الفرن تاعنا على 150 درجه وندخلوهم يطيبوا. غير تشوفوه طرطق، ما الفنيد ما يحمرش بزاف من الفوق كما تعرفوا. كاين اللي يخلوه بيض، انا درتو شويه غوز. شو الكاميرا برك بينتولي ما طيبتوش مليح بزاف. هكذا نخلوه يطيب، غير تشوفوه طرطق تشقق عرفوا بلي الماء المشق عفوا الفنيد تاعكم راهو ناجح. انا هكا نكملهم كامل نحطهم فوق البلاطو وندخلوهم يطيبوا، ونجوزو نخدموا لي فلوغ تاعنا. لي فلوغ تاعنا اللي كنت خدمتهم شحال من مره، درناهم في الكفته، في الكاطو بزاف درناهم ديجا فيديو. نروح نخدمو شنو باش رحنا نخدموهم برك في الصغير. كنا درناهم في الكبار نخدموهم في الصغير باش تزينوا بهم. ومن بعد ديك نروحو نشوفو الفريد تاعنا بعد ما يطيب. هاي لك الصينيه عفوا نحطوهم فيها ندخلوه يطيب، من بعد نتلاقاو بعد ما يحمر الفريد تاعنا. هكا كيما قلت لكم سخنوا الفرن على 150 درجه وخلوه يطيب. شوفوا بعد ما طاب لي الفاني تاعي كيفاش تغونفلا وما شاء الله، يعني من الطبقه التحتانيه شوفوا كيفاش راهي مغونفليه. هنا تعرفوا الفاني تاعكم ناجح. برضو ما درنالوش بزاف في لا ليفور، درنا غير قرصه صغيره تاع الخميره هكذا. شوفوا هاوليك ما يطيبش بزاف حمر كما قلت لكم. الكاميرا دي فوا تبينو حمر دي فوا تبينو ابيض على حساب طريقه التصوير. شوفوا هنا كيفاش ابيض. هنا نجوزو نخدمو لي فلوغ تاعنا. لي فلوغ كل واحد واش يحب يديرلو من الفوق، كل واحد واش يحب يديرلو التزيين تاعو. هنا انا خدمت شديت عجينه السكر درت لها لا كولور روز. هنا راح نديروا هاد الورود، يعني شوفوا ما شاء الله يبانوا تاع الصح. هنا خدمت قطعتها اللي راح نديرو في الكوتي تاع الفانيد ونديروا له في يعني بورقه خضراء. هنا كنت حكمت درت هكايا يعني دي بول صغار تاع لاباط تاع سكر. من بعد درت هذاك القلب تاع الورده كيما تعرفوا. شوفوا نديرو كيما البيناز. من بعد نشدو هذوك الدوائر، يعني سهله ديرو بين زوج ساشيات هكايا وحلوها بصبعتيكم ولي بيطال هذويا وبداو ديروا الورده تاعكم. في الاول نديروا زوج ورقات مقابلين بعضهم، من بعد نديروا نكملوا لي بيطال تاني تجي فيها واحد نشوفوا واحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه حتى 8 لي بيطال. شوفوا ديروا الاولانيه تغلفوا كامل هذاك القلب تاع الورده كيما راهم يديروها في الكفته. بنديروا الكفته هي ورده يعني ما شاء الله بزاف شابه هكا نديروا الورده عادي. شوفوا نزيدوا نديروا نقابلوها نحطوا البيتال دوزيام. من بعد بقاو تتبعوا الاخرين هذوك اللي بقاو الخمسه توجور وحده مقابله اختها حتى تحصلوا على ورده. وكاين اللي تحبوها مغلوقه كاين اللي تحبوها مفتوحه. انا هكا نكملها كامل. شوفوا ديما روليو من التحت باش يجيكم لا فورم تاع هذاك الورده كيما في الحقيقه. انا هكذا نكملها كامل ونروحوا نزينوا الفانيد تاعنا ونشوفوه في الاخر. يعني اليوم وصفه الفانيد ماشي وصفه الزهور، مي كيما راكم تعرفوا نحب نعطيكم بزاف معلومات. هكذا نزيدو نديرو وحده ولا زوج وراح تكمل لا غوز تاعنا. شوفوا هاي بدات تبان. تحبوا هنا تزيدوا لها وحده، تحبوا تخلوها هكا جو يعني ورده مغلوقه هكا نفينيوها مليح. ونروحوا نزيدوا نلونوا عجينه السكر بالاخضر والاصفر باش يعطيكم هذاك اللون الشباب. ما ديروش اللون الاخضر وحده، ديروا الاصفر معاه. هكا زينتو. انا ما درتكمش لي فلور هكا ساهلين لي فلور كامل تعرفوا لي فاي عفوا كامل تعرفوا. جوزوا التزيين تاع الفانيد تشدوا الحبه تاعنا نسيو. شوفوا بالتحت كيفاش راهي يعني طيبه. نمسحوا لها كامل الفارينه هذيك الزايده. شوفوا كيفاش طاب يعني ما شاء الله. هنا نروحوا نحكموا نتقبوا لها الكوتي هذاك باش تحطوا لا فلور تاعنا وتلصق لنا. من بعد نروحوا نديروا لا فلور تاعنا ولا شويه سكر كلاص. اللمسه الاخيره هي سكر كلاص ونحطوا هذيك لا فلور بالفوق. تقدروا ديروها بالجلوكوز تلصقوها بالجلوكوز اللي ما يحبش يلصق لهم ولا بالشوكولا. المهم انا دوك ندير لها شويه جلوكوز. هي هاد اللمسه النهائيه يعني باش تحبوا لصقوها.
هاكا ندير شويه يعني شويه جلوكوز في الورقه وشويه في لافلور ونحطوها هكذا كيما راكم تشوفوا. الورقه سي وقفوها ما تحطوهاش هكذاك يعني ترقدوهاش على الحبه ما راحش تجيكم شابه. نزيد شويه جلوكوز هكا نحط لافلور ونحطوهم في كيسات ونديروهم فوق طاولات التقديم ونشوفوا النتيجه تاع الفاني تاعنا. شفتوا هنا ماهوش احمر بزاف كيما في لي فوتو. هاكا ندردرو كامل سكر كلاص ونروحو نكملو كيما قلت لكم في الاول. تحبوا تلونوا هذيك لافلور بهذاك الناكري ثاني ديروها. انا هاكا نكمل كامل ونتلاقاو في طاوله التقديم. الفني تاعنا راهو واجد وفوق طبق التقديم. نتمنى ما نكونش طولت عليكم وتعجبكم الوصفة وتجربوها. هنا ماريا غير نقول لكم يعني جاز شوية روطار تاع العيد صح عيدكم. نقول لكم العقوبة ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله معقوبة يعني للمولود نديرو فيه تاني دي غوسات واحد اخرين. هنا نقول لكم في امان الله دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام.